السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ نترجى من الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم غادي نقدم معكم هاد التيراميسو على شكل طارطه. انا درت له هذا الديكور من عندي ونتمنى ان شاء الله يعجب لكم هذا الفيديو، وتبقوا مع هذا الفيديو مع الطريقه حتى الاخر وكيفاش درت له. ايوا كما كتشوفوا الشكل ديالو كيجي زوين وكيجي غزال. نتمنى ان شاء الله يعجب لكم وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. وبالنسبه للمكونات تاع التيراميسو ديالنا نحتاجوا البيض والسكر. عندي 4 البيضات وكاس السكر. السكر بغيت نقصوه، المهم كل واحد والمذاق ديالو على حسب الحلاوه اللي بغيتو ديروها. بغيتو حلو ولا ما بغيتوش حلو. هما هما المكونات: 4 البيضات وكاس السكر فقط. دابا غادي نجيبوا ليمول ديالنا اللي غادي نخدموا فيهم. غادي نهرسوا البيض، نعزلوا الصفر على الابيض، يعني كل حاجه نخدموها بوحدها. الصفر نخدموه بوحدو والابيض نخدموه بوحدو. وإلا كان البيض كبير ديروا 4 حتى 5، وإلا كان صغير ديروا 5 حتى 6 على حساب الكميه اللي بغيتو ديال الكريمه. فهمتوني؟ على حساب المول اللي غادي ديروا فيه التيراميسو واش كبير ولا صغير. دابا حنا كنعزلوا البيض على الصفر باش نخدموا كل واحد بوحدو، نطلعوا بحال الكريمه ويتخدم مزيان. كما كتشوفوا كنحاول نعزل البيض على الصفر. وبالنسبه للسكر، السكر غادي نقسموه، ندير النص في البيض والنص في الصفر. هادشي اللي غادي ندير. وانا البيضات درت 4 البيضات لان البيض عندي كبير، درت غير 4 البيضات ما درتش بزاف. وكما قلت لكم نتوما تقدروا ديروا 5 6 البيضات على حساب الكميه اللي بغيتو ديروها. تقدروا ديروا هكا في المول كبير ولا ديروا منفردات، يعني كل واحد بوحدو. نتوما والذوق ديالكم. انا عجبني الشكل، نديروا الشكل كطورطه، زوقتها بديك الطريقه وعطات المنظر زوين. ايوا نتمنى ان شاء الله يعجب لكم هذا الفيديو وتجربوا هذه الطريقه اللي درتها انايا، وتكتبوا لي في التعاليق ديالكم كي جات لكم. والصراحه جات زوينه، جات لذيذه رائعه. كتجي الصراحه كيجي لذيذ. راني كنت حطيتها بعدا في الفيديو ديال التيراميسو، خدمته بلا كريم، واليوم درتو بالبيض. بسم الله نبداو نخدموا البيض. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو نطلعوا الاصفر البيض، غادي نخدموه مزيان 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 مزيان، يطلع لنا مزيان تتولي ديك الكريمه صفراء بارده. اذا المهم ضفت له نص كاس ديال السكر، الحبيبات السكر سنيده. غادي نخدمو مزيان 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 مزيان. وواحد المعلومه: البيض يكون بارد 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 بارد، لان ملي كتكون كريمه بارده ولا البيض بارد كتطلع الخدمه ديالو مزيانه، كيسهل عليكم الخدمه. بالحق الا كان البيض سخون راه ما غاديش يطلع لكم. حاولوا تعرفوا هذه المعلومه، لان خص البيض يكون بعدا، خصوصا التيراميسو يكون البيض بارد. وحاجه اخرى، الا شكيتوا في شي حاجه ديروا شي حاجه بارده من التحت، بحال تحطوا هذا الاناء في شي اناء اخر يكون فيه الماء بارد ولا الثلج، حطوا فيه هذا المول ديال الخدمه وطلعوا طلعوا في البيض ديالكم، طلعوا فيه يعني كيسهل عليكم الخدمه.
من بعد ما طلعنا الكريمه ديالنا نتاع اصفر بيض، دابا غادي نخلط معاه كريمه ديالنا نتاع التيراميسو ماسكارفو. هذه هي الكريمه باش يعني معروفه بها التيراميسو. غادي نحاول ندير غير شويه بشويه باش نخدمها مزيان بالضرب الكهربائي باش ما تطلعليش منا ومنا. نحاول ما امكن ندخلها فيها مزيان بشويه بشويه وبشويه كما كتشوفوا. كنحاول ما امكن نخدمو غير بشويه بشويه. كنبقى ندير المهم كندير بكميه قليله حتى نساليها كامله. كما كتلاحظوا الكريمه ديالنا طلعت لنا مزيان نتاع اصفر البيض. كي غادي نساليو ان شاء الله هاد الكريمه نرجعوا عاوتاني الكريمه بياض البيض، يعني كل حاجه بوحدها. عاد من نساليوهم بجوج بيهم ندمجوهم بيناتهم. غادي ندير الكميه اللي باقيه لي من الكريمه ديالنا ديال التيراميسو، نحاول نخدمها مزيان حتى دوك ما يبقاناش كاع دوك المهم دوك الكويرات ديالها تبقى لنا مع في هذا الخليط. خصها كله يذوب. كما كتشوفوا كنخدمها مزيان 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 مزيان. بالنسبه لهذا الاخر ضروري خص يساعدكم هذا الضراب الكهربائي، لان نتاع اليد تعياو به ما يقدرش يطلع لكم دغيا. هذا ديال الضوء كيساعد الصراحه باش تطلع لكم الكريمه مزيانه. ايوا اللي ما متوفرش عنده يحاول ديال اليد بالحق يخدم، يدير الحركات ديال الرياضه. مهم نتمنى ان شاء الله تجربوا هذا التيراميسو، كيجي زوين الصراحه، كيجي لذيذ والدراري كيعجب لهم. انا الصراحه ولدي الصغير اكثر ياكلها غير ولدي الصغير كيحماق عليها. ايوا نتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف لان الصراحه كتدعموني بزاف بالتعليق ديالكم الزويونين. واللي معايا في القناه كنشكرو بزاف انه ما كيتخلاش عليا اي حاجه فيديو كنحطو كيدخل لي كيدير لي التعليق زوين وكيشوفوا لي كيدير المشاهده، والجديد كيدخل عندي لهلا يخطيكم. ودابا سالينا الكريمه ديالنا نتاع اصفر البيض، ندوزو الكريمه الثانيه. دابا غادي نخدمو بياض البيض حتى هو كذلك نخدموه مزيان، نطلعوه واحد شويه عاد نضيف ليه السكر اللي باقي لي. المهم هذا خصك تخدم مزيان يولي بحال الرغوه اللي ما كتحركش. كما كتشوفوا كنخدموه مزيان. غادي نضيف له السكر اللي باقي، والسكر بغيت تشدوا هاد الكميه ديال الكاس تقسموا منه ومنه، ديروا نص كاس على حسب بغيتوا الحلاوه بغيتوش حلاوه. شنو نقول لكم، الحلاوه جات عاديه لان داك البسكوي باش درنا به هو ديجا راه حلو. هادشي اللي كاين. دابا غادي نبقى نخدم نطلع فيه تنطلعو مزيان صافي.
دابا غادي نحاول ندمج بين بياض البيض واصفر البيض، وكنبقى ندير كميه قليله بشويه بشويه، وما نبقاش نحركو عادي، كنطلع من التحت للفوق، من التحت للفوق بهذه الطريقه. هذه العمليه كما كتشوفوا باش الكريمه ديالنا ما تهبطناش، لان الا قبطوا الكريمه وضربتوها كتهبط الكريمه كتولي سائله. حنا بغيناش الكريمه تبقى لنا واقفه ما تسيحش، تبقى لنا واقفه باش نخدموا بها. كما كتلاحظوا كندير كميه قليله بشويه بشويه حتى نسالي كلشي لديك الكميه ديالنا نتاع بياض البيض اللي غادي اللي درتها مع اصفر البيض ومع ماسكارفور ديالنا. هادو هما المكونات، قلت لكم جوج بيض، مهم مكونين فقط، بالبيض والسكر وماسكارفور. داكشي باش غادي نديرو التيراميسو ديالنا. نحاول نزيد الكميه اخرى كذلك وبشويه بشويه كذلك، ونفس العمليه نطلع من الفوق حتى لتحت باش ما تبقاناش حتى شي كويره تماك ما دايباش ديال بياض البيض. كما كتشوفوا كنديروا كميه طريقه بهذه الطريقه، كنهزو من الفوق لتحت، من الفوق لتحت، يعني بحال كندوروا يدينا وكيدخل لراسو حتى كيتخلط مع كله. كما كتشوفوا هاي الكريمه ديالنا ها هي. نحاولوا ما امكن بشويه بشويه، ما نديروش بالجد وما نخدموهاش مزيان، لان ديجا راها خادمه وطلعت لنا مزيان. شفتوا الطريقه كيفاش كندير لها؟ تبقاو ديروها بالطريقه. حاول ما امكن كندخل ديك بياض البيض لداخل كامل. كنخدمو مزيان كما كتشوفوا. خلطناه كامل مزيان، كنحاولوا ندخلوهم مع بعضياتهم. صافي باقي والو تسالى العمليه. هاد العمليه كما كتلاحظوا حاولوا غير بالفن. صافي غادي نحطو على جنب ولا نديرو في الثلاجه، نوجدوا البسكويت ديالنا. نجيبوا الحليب ديالنا، اول الحليب نخلطوا مع هاد كيكس سبيكيلوز. هذا هو باش غادي نخدم هاد المره، ما غاديش ندير داك البودان الطويل، غادي نخدم من هذا. غادي نجيب نيسكوي كولاكاو، غادي نخلط واحد المعلقه مع الحليب فاش ندوب داك كيكس. صافي ما غاديش ندير القهوه، لان القهوه ما كناكلهاش ما كنشربهاش، ما كنعجبش حتى النكهه ديالها، ما كتعجبليش. اللي بغى يدير القهوه اكثر كيديروها التيراميسو معروف بالقهوه، انا كنديرو بهكا بهذه الطريقه كيجي حتى هو زوين بالنكهه ديال الحليب والشوكولات. مهم نخلطو شويه هكذا، ندخل فيه داك يذوب ديك الشوكولات دوبنا مع الحليب كما كتشوفوا. ما غاديش نكثر بزاف، غير فاش ندوب داك البسكوي وصافي، ما غاديش ندير بزاف كميه كثيره. كما كتشوفوا ديك كولاكاو دابت لنا كلها مع الحليب كما كتشوفوا، ما غاديش نزيد عاد اكثر. صافي غادي نحطو على جنب ونبداو الخدمه ديالنا. بسم الله. غادي نجيبو هاد التبسيط فاش المهم بلا فاش غادي نديرو هاد الاطار ديال المول ديال الكيكه هكا اللي غادي ندير. الطريقه انايا غادي نديرها بطريقه دائريه بهاد الاطار كما كتشوفوا. غادي نحاول دابا نحل البسكويت ديالنا نحطو في واحد الطبسيل صغير باش نبداو الخدمه ديالنا نزوقو تيراميسو. غادي نبقى نفزك في الحليب، ما غاديش نفزقو بزاف لان دغيا غادي تفتت لنا. غادي نحاول غير نديرو في الاخر ونحطو، لان مع ملي كتحطو في المول ولا باي حاجه هذا البسكوي صافي كيرطاب ما كيبقاش قاصح. كما كتشوفوا الطريقه غادي نبقاو هكذا نفزقو نصايبو فيه، نصايبو مزيان. غادي نحاولوا هذاك الاطار ديال تاع المول تاع الكيكه غادي نعمروه كامل مع الطرف نوقفوا هكا البسكوي كما كتشوفوا باش كيعطينا داك الديكور بحال طارطه. كنحاولوا ما امكن نوقفوه كما كتشوفوا نتوما. غنخدموه مزيان هكذا نفس الطريقه.
بنفس الطريقه هكذا، واحد حدا واحد، واحد حدا واحد. وإلا ما قدكمش بقاو شي فراغ ما وصلكمش الحبه نتاع البسكوي كامله، تقسموه في النص، ديروا النص. المهم تكملوا داك الدائره كامله بسكوي، تكملوه كامل هكذا كما كتشوفوا، كما كتلاحظوا هاد العمليه. حتى الشكل ديالها كيجي زوين الصراحه، كيجي بحال شكل طارطه، كيجي زوين كما كتشوفوا. وتقدروا ديروا حتى دوك بداك البسكويت تاع البودان الطويل، يجي به زوين حتى هو كيجي به. بالحق انا بغيت نجربوا بهذا البسكوي تاع سبيكولوز، بغيت نديرو بهذا البسكوي انايا. شفتوا دغيا كيبغي يتفتت مع كيدخل له كيفزق، كيبغي دغيا يتفتت يتهرس لنا. نحاولوا ما امكن نوقفوه مزيان على دائره. ها هو كي كيجي كيجي على هذا الشكل. دابا غادي نحاولوا نفرشوه في القاع، غادي نفزقو بقى نحطو في القاع، نفرشو في القاع دابا كما كتشوفوا، لان غادي يجي لي في شكل بالحق كون كان اطار مربع ولا مستطيل يجي زوين. مع هاد البسكوي هو مستطيل يجيو زوينين بالحق، ماشي مشكله. نحاولوا ما امكن نسرحوه كامل في القاع ديال هاد المول، هاد الاطار. وباقي لنا شي فراغ غادي نقسموا البسكوي صغير ونعمروا فيه دوك الفراغات كما قلت لكم قبيله. يعني الفراغات ما نخليهمش خاويين، نعمروهم. نحاول ما امكن نعمر كل هاد الفراغات، نسالي كل شيء كما كتشوفوا بهذه الطريقه. راه قلت لكم الا خليته بزاف في الحليب ولا في الماء تاع كي سميتو ديال القهوه غادي يتفتت كما كتشوفوا. نبقاو كامل نجمعوه كامل. كنحاول ما امكن نحطو غير بلاتي باش هذاك اللي معجن ما يطيحليش. نحاول ما امكن بشويه بشويه. ودوك الفراغات غادي نقطع البسكوي صغير وغادي نعمر به دوك الفراغات كاملين كما كتشوفوا. كنحاول نقادو يعني باش يجيو الفراغات كلهم عامرين، ما يبقى بو فراغ تماك هكذا. كما كتلاحظوا حاولت ما امكن دوك الفراغات نعمرهم ما نخليهمش خاويين. نمشيو دابا غادي نحاولوا نصبوا عليه ديك الكريمه ديالنا اللي وجدناها بالبيض. غادي نحاول ما امكن ندوزها كله على داك البسكوي كما كتشوفوا. نفس الطريقه ندير الكريمه وندير البسكوي، كريمه والبسكوي تنسالي الكميه كامله اللي عندي نفس الطريقه. وبقاو مع الفيديو حتى الاخر. ما كنبغيش نسرع الفيديو، كندير لكم يعني الخدمه يعني بتشوفوها بالتدريج كما كنقولوا حنا دقه دقه حتى الاخر.
ما سالينا الكميه كامله كما لاحظتوا، يعني بقى مرتبطه. دابا غادي نقبض هاد البابيل كويزين، يعني كارت على الكوزينه. غادي نحاول ما امكن ندوروا كامل هذيك الاطار ديال الكيكه، لان باش ما يسيلناش منه داك الحليب ولا يشربنا داكشي كله، داك السائل يشربونا كامل. غادي نحاول ندير له نفس الطريقه كما كتشوفوا. غادي ندوروا كامل داك الاطار ديال المول ديال الكيكه ديالنا هكذا صافي. من بعد ما سالينا داك الكارت، دابا غادي ندردروا عليه شويه نتاع الكاكاو، واحد شويه كما كتشوفوا. غادي نديرو كامل على داك الطبقه الاخرانيه. الاغلبيه كيديروه من كيبغيو يتقدموه، انا كنديرو دابا. ومن بغي نقدمو نزيد واحد شويه كذلك، لان ملي كتدخلها كتفزا كتجي زوينه ديك النكهه ديال الكاكاو. كما كتشوفوا كامل غادي ندردر عليه كله ديك كولاكاو. ماشي المور هذا حلو نسكوي كما كتشوفوا كامل. وغادي نحاول نغطيه بورق ديال تاع الكوزينه، وغادي نحشيه في الثلاجه، لان فات دابا الوقت ما غاديش نستعملو دابا، لان بشحال ما درتو في الثلاجه كيكون مزيان. غادي نحاول نديرو في الثلاجه مهم واحد 12 ساعه ولا يقبض مزيان. مهم 6 سوايع كما بغيتو. انا غادي نخليه حتى الغدا ان شاء الله، يعني غادي يبات في الثلاجه باش يقبض لي مزيان كما كتشوفوا. كيفاش كيجي. دابا غادي نغطيه بداك البلاستيك باش ما يدخلوش داك الهواء نتاع الثلاجه ولا ديك النسمه نتاع الثلاجه. غادي نغطيه كامل كما كتلاحظوا. غادي نحاول ما امكن نقبض كله داك نغطي البلا ديالو بكل شيء باش ما يدخلوش الهواء ولا شي نسمه. كما كتشوفوا غطيته كامل ونديرو في الثلاجه. ها هو واجد، ونتلاقاو مع التزيين ديالو صافي. كما كتلاحظوا راه مغطي مزيان. يلا خواتاتي، هذه هي الكريمه باش اللي غادي نطلعها. هذه الكريمه غادي عندنا نفس الكميه ديال الحليب ونفس الكميه ديال البودغ. الحليب يكون بارد كما كتشوفوا. غادي نجيب داك الاناء فاش غادي نخدم، وديك الثلجه باش نحطوا عليه باش تطلع لنا الكريمه ديالنا دغيان. كما كتشوفوا الكريمه ديالنا تسالات. شوف كتقلبوها ما كطيح. ها هو التيراميسو ديالنا واجد من بعد ما خليته الليله كامله في الثلاجه. دابا نحيد عليه ديك البلاستيك ونحاول ندردر عليه شويه نتاع كولاكاو اخرى عاوتانيك، لان هذيك صافي شربها ودخلت لداخل. كما كتلاحظوا غادي ندردر عليه كله ديك شويه نتاع كولاكاو من جديد باش نزوقوا التيراميسو ديالنا على شكل كما لاحظتوا على شكل طرطه. زين عادي، كل واحد كيفاش كيبغي يزوق الحاجه ديالو. انا عطيت لكم هذه الفكره نتاع التزواق وصافي. كما كتشوفوا
ندبر كله ديكو لاكاو عليها هكا، نغطي هذاك الفاز كله بالكريمه. كنحاول ما امكن نغطي كل حاجه ما تبقى لينا فازكه، كل يجي ناشف ولكن غير كيتشرب حتى هو. صافي دابا نمشيو للتزيين ديالنا بديك الكريمه اللي خدمناها دابا عاد. دابا غادي نجيبو هذا الجيب الحلواني، غادي نعمروه بكريمه ديالنا ونزوقو به التيراميسو. كما كتلاحظوا مع من خدمتها درتها شويه في الثلاجه، مع ما خدمناها مع الحليب بارد يعني كتقبض راسها مزيان، كتجي قاصحه. كما كتشوفوا كنعمروا داك الجيب، غادي نزوق به داك وريضات وصافي، واحد شويه تاع الوريضات هكا للتزيين فقط، ما غاديش شي حاجه كبيره. غادي نحاول نعمر داك الجيب كامل ونزوقو به، يعني كفكره الشكل تاع التيراميسو جديد. كنعرفوا حنا التيراميسو ديما كنديروه في المول كبير ولا في الصغارين وكيكون الشكل ديالو عادي. كما كتلاحظوا كنديروا وريضات صغارين هكذا، ندورهم كاملين على داك المول. هيا ديك كولاكاو اللي درنا من فوق داك الكاكاو ولا كيفزك دغيان كما كتشوفوا. غادي نحاولوا نخدموه مزيان، نشكلوه كامل ونخليو شويه المسافه كل ورده نخليو مسافه حداها باش يعطينا واحد الديكور زوين. لصقت لي ما بغاتش تحيد لي من المول من الجيب. كما كتلاحظوا يعني تسوق عادي وصافي. غادي نكمل التزيين هكذا. فكرة جديدة كما قلت لكم، فكرة جديدة فقط. الصراحة كيعطي المنظر زوين هكذا كله. نحاول دوك الوردات الصغارين نزيدهم كبارين. صافي زوقنا التيراميسو ديالنا. كما كتلاحظوا هذا هو الشكل النهائي ديال التيراميسو ديالنا. غادي نحاولوا نزولوا منه داك الكاغط اللي درنا مع الجنب، لان شرب كلشي داك الحليب اللي كان سالم ديك البسكوي. صافي هذا هو الشكل النهائي تاع التيراميسو ديالنا. ها هو كيجي على شكل طارطه. ها هو غادي نقطع معكم دابا واحد المورسو، شوفوا. صافي بقاو معايا. هي كي جات قطعت لكم واحد المورسو واللي بقى يقول لي ماما عطيلي، راني عطيته. المهم كتجي رائعه، كتجي زوينه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر. هذا هو الشكل النهائي ديال التيراميسو ديالنا، وكنشكركم بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.